الحقيقة احنا فرحين جدا انه بدت قوافل الشعراء العرب بالتوافد الى بغداد لإقامة المهرجان الشعر الشعبي العربي الرابع في بغداد ونينوى. والحمد لله انه غالبية الشعراء لغاية هذه اللحظة وصل تقريبا 90% من الشعراء، وبانتظار العدد القليل ان شاء الله يكتملون هذا اليوم. غدا تنطلق فعاليات المهرجان، افتتاح في مسرح الرشيد الساعة 10 صباحا، وسيكون هناك اوبريت جميل جدا لحياة الشاعر كريم العراقي. اليوم تشرفنا بزيارة العراق الشقيق. هذا البلد منذ الطفولة درسنا على الحضارة السومرية والحضارة البابلية، كنت بتمنى والله نزور هذا البلد وتحققت هذه الأمنية. أما العراق فظل بيت عروبتي وأنا النديم وكأسه والساقي. اليوم إن شاء الله الحمد لله يعني وصلنا ومسرورين أن بالمشاركة هذه في مهرجان الشعر الشعبي. يسعد مساكم جميعا بكل خير. وصلنا المطار بغداد، وما هو غريب الكرم على أهل الكرم والطيب والحفاوة، وأشكر كل القائمين كبداية على المهرجان الأكثر من رائع، وانتظروا إن شاء الله المزيد، وانتظروا الشعر، والله يوفقنا وإياكم بما يحب ويرضى. من تونس وصلنا حوالي 6 صباحا بمطار بغداد الدولي، وكان في استقبالنا شعراء مكلفين من الاتحاد العربي للشعر الشعبي من طرف الدكتور جبار فرحان العقيلي. وهذا ليس بالغريب على الشعب العراقي. بغداد عاصمة الإسلام والمسلمين، بغداد الحضارة، بغداد بابل، بغداد أشور، بغداد التاريخ. اليوم بدأت خطوات استقبال الضيوف الشعراء العرب لمشاركتهم في مهرجان الأدباء الشعبيين العرب الرابع، وإن شاء الله أنه مشاعرهم وقصائدهم مع العراق مع الوطن العربي. وإن شاء الله غدا بالافتتاح سنسمع القصائد الجميلة الرائعة من العراقيين والعرب، وأهلا بكل ضيوف الشعر في العراق.